أخفت جثمان زوجها وكتمت الخبر عن العيون. لغز فعلها عجيب أليس كذلك؟ شاهد معي ويلاه ما هذا الجنون. شجرة الدر التي تحدثنا عنها في المقطع السابق كانت في موقف لا تحسد عليه، فزوجها الملك الصالح أيوب توفي عام 1249 ميلادي في أحرج وقت تمر به مصر حينها. القوات الفرنجية أو كما يسميها المؤرخين القوات الصليبية تتجمع في دمياط، وهنا استدعت شجرة الدر قائد الجيش المصري الأمير فخر الدين يوسف ورئيس القصر السلطاني الطواشي جمال الدين محسن، واتفقوا على أن يخفوا الخبر حتى لا تضعف معنويات العسكر والناس، وفي نفس الوقت أن لا تكون ثغرة استراتيجية لتقدم القوات في دمياط. فنقلت جثمان الملك إلى منطقة جزيرة الروضة في القاهرة سرا، وكانت شجرة الدر هنا في لحظة حاسمة من السرية وحسن الإدارة، لكن سياق الأمور فيما بعد كان أكثر تعقيدا. انتظروا المقاطع المقبلة، لا تنسوا مشاركة المقطع ودعمنا بالاشتراك والتفاعل.